مساء الخير، معاكم محمود فادي. النهارده هكلمكم على فكرة الشلتر. الشلتر دي اللي هي الملاجئ الحيوان اللي بتراعي الكلاب او القطط او اي حيوان موجود في الشارع. ايه اللي بيحصل او ايه مصدر الدخل بتاعها علشان تقدر تصرف على الحيوانات دي؟ هي جمعية خيرية، فالمصدر الوحيد اللي هو بيعملوه دلوقت هات ده بالبلدي كده. اتبرعت هنقدر نصرف على الحيوانات دي، ما اتبرعتش هننزل بوست هنكتب فيه يا جماعة احنا عندنا 150 200 كلب وهكذا عايزين ناكلهم ومفيش اي تبرعات. العادي بيحصل ايه؟ ان كل شوية الناس بتيجي تتبرع مرة 2 3 وبعد كده بتزهق حتى لو هم عايزين يعملوا الموضوع ده، لان بيحسوا مفيش اي فايدة في اللي بيعملوه، الكلاب بتزيد وهكذا. فانا عندي فكرة ظريفة جدا لو اتعملت هنغير فكرة هات لفكرة مختلفة خالص، وهتلاقي الشلترز بتشتغل بشكل احسن وبتعرف تراعي بشكل احسن. اول حاجة اللي هي ايه؟ نعمل بيت شوب يا جماعة، بمعنى نعمل ايفنت نقول ان احنا عندنا بيت شوب. فايه اللي يحصل؟ اشتري شكارة الدراي بتاعت كلبك من عندي، خد شكارة القطط من عندي، تريتس، لعب، اي حاجة. ففي مكسب ورا الشكاير دي، ده هتخليه تقدر تصرف بيه على الكلاب او الحيوانات او العمليات اللي عندك، وبالتالي مش هتستنى يبقى الفكرة الاساسية عندك هات، لا، الفكرة الاساسية تعال اشتري حاجة كلبك من عندي. فانا واحد من الناس هيجي عارف ان انا الفلوس دي كده كده هشتري بيها الشكارة، فلما ادفعها تقدر من وراها تصرف على كلاب تانية. هعمل كده. فبالنسبة لي اعمل ده. طيب ما عندكش المصدر الاساسي ان انت تفتح محل، بلاش، كلم اي محل قول له انا عايزك تفتح عندي او تحط حاجتك عندي. هو يفرح، عنده بقى فرعين بدل فرع واحد، فهيحط الحاجة والمكسب بالنص، وهكذا. تقدر تشغل الفكرة دي فتجيب فلوس تصرف بيها على الكلاب. تاني فكرة عندي اللي احنا ممكن نعمل نفس اللي عملناه مع البيت شوب، هو مع المدربين والدكاترة. بمعنى ايه؟ بره يا جماعة علشان اي حد يروح شلتر مبدئيا مفيش كلب اسمه التبني ببلاش، يعني انت بتدفع فلوس للكلب اللي انت هتاخده سواء كلب او قطة وهكذا. بس نقول اللي احنا هنمشيها ان الكلب هيتاخد عادي جدا. بس ايه اللي بيحصل؟ بره المدرب بيروح يدرب الكلب ده كذا مرة، فبعد كده انت لما تيجي تتبنى الكلب ده بتاخد كونتاكت المدرب، فالمدرب يعرف يشتغل وهكذا ويدرب. وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيه نسبة صغيرة تروح للصاحب الشلتر ده بحيث يقدر يصرف بيها على الكلاب او على القطط وهكذا. فمثلا تروح الكلب ده هيبقى عليه نسبة معينة، الكلب تعب ممكن الدكاترة دي بتتابع وبتعمل ديسكاونت ليك ويبقى فيه نسبة معينة للشلتر، وبالتالي انت تقدر تعمل منظومة كاملة تقدر تفيد بيها الشلتر من ناحية بيت شوب ومن ناحية كمان اللي هي الدكاترة والمدربين. تالت فكرة عندي ان بيكون في كمان مرة كنت مسافر فلقيت بفتح كده بشوف كنز، لقيت عليها صورة بروفيشنال جدا لحد مصورها عبقري، كلب وموجود اسمه تحتيه ورقم الشلتر بس كده. فتخيل بقى كوكاكولا او بيبسي او كده عملوا مثلا 100,000 كان منها، 1,000,000% ان الكلب ده حد هيتبناه وكلاب تانية من وراه هيتبناهم، زي ما كوكاكولا كده كانت عاملة محمد واحمد والاسماء دي كلها. نعملها للحيوانات. واكيد لو انت عندك فكرة محترمة ورحت بيها لاي شركة من الشركات دي هتجيب نتيجة. انا لسه عامل اعلان مع اوبر، كانت فكرته ان انت لما تركب اوبر في اليوم ده كل جزء من المكسب يروح لجمعية خيرية للحيوانات تقدر تصرف بيه على الكلاب. فانت ممكن نعمل نفس الفكرة دي، بيكون بسهولة قوي وتقدر تحقق منها ارباح مع كوكاكولا او بيبسي او اي منتج تاني. مش لازم يا جماعة، انا واحد من الناس لو حد نزل بوست كلب متعور او مدبوح او ما بقدرش اخش اتفرج. مش لازم اتبنى كلب بالشكل ده، مادام ممكن نغير الفكر لشكل مختلف. فيبقى انت عندك بيت شوب يقدر تجيب منه مكسب تصرف بيه على الكلاب، جزء منه مدربين وجزء منه كمان عيادات، وكمان عندك وسيلة حلوة جدا قوية جدا في الميديا ان انت تروح لأي شركة تقدر تجيب لك ناس بتحب فعلا الكلاب تتبنى، وتقدر تمشي السايكل دي بشكل محترم قوي من غير فكرة هاد دي اوبشن لوحده، بس يبقى عندك حاجة تقدر تعملها تصرف على كل الكلاب او الحيوانات او القطط. جربوا الفكرة دي، اعتقد هتجيب نتيجة محترمة قوي. الفكر اللي في مصر هيختلف
ونشوف مع بعض. شكرا جدا، السلام عليكم.